السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل ان شاء الله النهاردة مع بعض احلى طبق فتة كوارع. اول حاجة هنعملها، طبعا انا غسله الكوارع عندي كويس جدا بالملح والخل والليمون والدقيق، ما شاء الله جميلة زي الفل. وعندي هنا العيش مقطعاه صغير مكعبات. هنعمل ايه بقى؟ هنحط عليه معلقة من السمنة وهندخله الفرن ياخد لون بس كده معانا. هي كده كده طبعا السمنه هتسيح معانا في الفرن، وهنقلبه لحد ما ياخد اللون المطلوب وهنطلعه. اول خطوه هعملها، والخطوه دي بالنسبه لي مهمه جدا، اهم خطوه، ان انا حاطه ميه بتغلي هنزل فيها الكوارع الاول تاخد غلوه، وبعد كده هشيلها احطها بقى في الشوربه بتاعتنا اللي انا هستخدمها بقى مع الفته، عشان لو فيها اي ريم او اي حاجه يعني مش كويسه تطلع في الميه دي، وبعد كده هاخدها من الميه دي احطها في الشوربه بتاعتنا اللي احنا هنستخدمها. دي اهم حاجه. عندي هنا انا حطيت ماده دهنيه في الحله اللي انا هعمل فيها الشوربه بتاعت الكوارع اللي هسوي فيها الكوارع. هنحط ورق لورا وحبهان، وعندي طماطم وجزر وبصل. شايفين الماده اللي طلعت دي في الشوربه؟ ده اللي انا بقول عليه. كده خلاص هي خدت غلوتين معانا، هنشيلها كده بالراحه وهننزلها هنا في الحله. كده انا ضمنت كويس جدا ان الكوارع بتاعتي نظيفه زي الفل ما شاء الله، ما فيهاش اي حاجه بقى، تبقى الشوربه بتاعتي جميله جدا. كده انا حطيت الكوارع بتاعتي في الحله وهشوحها تشويحه بسيطه، وهحط لها بس شويه فلفل. الملح هنحطه في الاخر، في الاخر خالص. بلاش تحط الملح مع الكوارع وهي بتستوي على النار علشان هتغيب معاكي في السوا، لكن الافضل ان انت تحطي لها الملح بتاعها بعد ما تستوي كده بالشكل ده. وهبتدي بقى احط لها الميه السخنه، مش هحط ميه ساقعه. الميه الساقعه هتخليها تشد معاكي وهتغيب في السوا، لكن اي حاجه معاكي بتغيب في السوا كل ما تزودي لها ميه سخنه وتوطي عليها النار تستوي بطريقه احسن وافضل. انا هنا غاليه ميه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين كده شكل الشوربه بقى احسن واجمل وافضل. هي دي الطريقه الصح. كده هبتدي اعمل صلصه الفته. عندي معلقه توم كبيره، معلقه حلوه يعني مش صغيره. هنقلبها لما تصفر كده ويبقى لونها ذهبي، انا مش عايزاها محروقه. وبعد كده هننزل بمعلقتين كبار من الخل. كده التوم ابتدت تصفر معايا. لو حمرتيها زياده هتبقى مره في الاكل. هي كده لونها حلو قوي. هننزل بقى بمعلقتين كبار من الخل وهنقلبهم. هنزل بعصير الطماطم ياخد غلوه معانا، وبعد كده هضيف له الصلصه. هحط معلقه من الملح ورشه من الفلفل، واول ما تغلي معانا غلوه بسيطه هننزل بالصلصه بتاعتنا وتبقى كده مظبوطه وتمام معانا. كده بقى هنغطيها ونسيبها خالص تسوي براحتها. انا موطيه عليها النار. هنا الصلصه بتاعتي غليت طماطم. هننزل بالصلصه تاخد تسبيكه معانا كويسه كده، وهنطفي برضو عليها النار. وبكده بتكون اصبحت كل حاجه عندي جاهزه.
هناخد معلقه من صلصه الفته هنحطها على العيش، وهنقلبها تقليبه كويسه كده بالشكل ده، وهحط عليها شويه شوربه. طبعا لازم الشوربه تكون سخنه. وانا عندي الرز بتاعي اوريدي كان جاهز، بس انا سخنته بس. هنبتدي بقى نعمل مع بعض الطبق بتاعنا فتة الكوارع. كده عندي العيش خلاص اتحمر والكوارع بتاعتي استوت، خدت السوا المطلوب اللي انا عايزاه. هعمل ايه بقى بعد كده؟ هحط عليها معلقه من الصلصه اللي انا عاملاها بالخل والثوم، وهدخلها الفرن تاخد تحميره حلوه كده. انا ما بحبهاش مسلوقه كده، انا بحب احط عليها شويه من الصلصه وادخلها الفرن تتحمر، هتبقى جميله جدا. هنقلبها كده وندخلها الفرن، اول ما تاخد لون هنطلعها. اول حاجه هعملها هحط الاول رقه من الرز قبل العيش كده بالشكل ده. حطيت طبقه من الرز، هننزل بالعيش اللي احنا بقى عملناه. بسم الله الرحمن الرحيم كده بالشكل ده. وهحط طبقه تانية، طبقه رز تانية فوقيها كده. خلاص حطيت العيش، هحط طبقه تانية من الرز. انا بغرفلك الطبق بطريقه عشان لو عندك ضيوف تعرفي تقدمي الطبق بشكل جميل ومميز. هنبتدي بقى نقلب الطبق بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الكوارع عندي خلاص احمرت جاهزه. هنرصها بقى كده بالشكل ده. انا بحب الكوارع متقطعه حتت صغيره، قطع صغيره. ممكن نحط شويه صلصه كمان على الوش. النهارده بقى عملنا فتة الكوارع، وبكده بيكون خلص الفيديو بتاعنا. اتمنى يا رب يكون نال اعجابكم. بشكر كل الناس اللي بتتابعني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.